السلام عليكم البنات. اليوم جيت نتقاسم معكم الشباكيه معنا في تحضيرات رمضان. دابا هاد الشباكيه الحصريه اللي بواحد الطريقه جديده، بصراحه خديتها من عند واحد الاخت. شباكيه رمضان تتجي مجعبه وفتيه وكتذوب في الفم وتتقطر من العسل وكلها نبويل. مر لك وجهك مع العائله ديالك. غنبدا معك بمكونات اقتصاديه وبسيطه. 500 غرام تاع الدقيق غنبداو بها. اول حاجه غادي ناخذ كاس ديال الماء الزهر، غنديرو في الكاسرونه اللي دوت فيها نيت الزبده. غادي نديرو يسخن مع واحد المعلقه كبيره ديال الخل. المهم غادي نديروهم يدفاو لان هذه المرحله مهمه، تتخلي لنا الشباكيه تتعاوننا في الدليك وتتجي رطبه ما تتمحناش. غادي ندير معاهم واحد شعيره تاع زعفران، الا كان عندك، ما كانش عندك ديري ضويمه. انا مازال درت زعفران ودرت كذلك الخرقوم. انتم غتشوفوا المكونات اللي غنخليهم لكم كذلك في صندوق الوصف. دابا خليتهم يدفاو شويه. غناخذ ديك نص كيلو تاع الدقيق اللي عبرت معكم، ديك 500 غرام، لان غندير معكم هاد الشباكيه اللي ساهله وفي ساعه تحضر بطريقه سهله بزاف، يعني من ألذ الحلويات الشباكيه. المهم محتاجين معلقه ديال كبيره مخلطه ما بين النافع وحبه حلاوه، حق غير نص كيلو عندنا هنا. معلقه ديال القرفه، واحد نص معلقه ديال الخرقوم. هنا عندي كاس ديال الجنان مع اللوز مخلط، او اختاري اللوز او الجنجان اللي بغيتي. المهم كاس تاع 150 غرام العنبه ديالنا المعروف. المهم غنشد هاد المكونات غنبسبسهم مزيان لان مازال تابع واحد المرحله. المهم تنتمنى تبعوا الفيديو لانه الطريقه اللي غادي نتقاسم معكم سهله وكذلك جد فعاله، باش ما تجيكش لا تشرق لكش، ما تشرقش لك الشباكيه وما تجيك لا متقبله والو. كما شفتوا معايا دابا غنغربلو باش اي حاجه كانت. المهم ضروري خاصك تغربلي لان في واخا القرفه تجيك مطحونه، واخا اللوز او الجنجان تجيك مطحون، واخا النافع يجيك مطحون، ضروري تبقاو شي حاجه فيهم. غربلتهم، زدت عليهم صفر بيضه، وكذلك زدت عليهم كاس مخلط، كاس اللي تنشربوا به اتيك عرفتو، مخلط ما بين زبده وزيت. غنبسبسها مزيان. وعاد غادي نجيب داك الماء الزهر، الكاس ديال الماء الزهر اللي درت فيه معلقه كبيره ديال الخل دفيته، وغنزيد فيه واحد القطره ديال الروح الزهر، قطره فقط لان روح الزهر تكون مجهد. انا غير بغيتو يزيد يكمل لي ديك المذاق ديال الزهر، تيجي رائعه بزاف في الشباكيه. كما شفتوا من بعد غنبسبسها مزيان على هذا الشكل. وعاد غادي نزيد الماء دافي كما قلت لكم، هو هذا. ماشي الماء دافي، سمحوا لي، الماء المهم الزهر او ما دافي بحال بحال كلشي. ما حنا درنا فيه قطرات الزهر، حتى لو ما كانش عندك الزهر درتي حتى الماء مزيان درتي فيه الروح الزهر. غادي نجمعها به، ولكن ما غاديش تكفاني، غادي نزيد واحد تقريبا شي 2 معالق كبار ديال الماء على حسب النوعيه تاع الدقيق. علاش ما نقدرش نقول لكم شحال تجيبوا تاع الماء. المهم انت عينك ميزانك، كاين الدقيق اللي تيشرب، كاين لا. قدري تزيدي 2 معالق، قدري تزيدي 4 المعالق تاع الماء، يعني عطيتكم داكشي بالتفصيل. المهم تنجمع ما بين ليا كما شفتوا على الحساب، يعني تنحاول بحال تنجمع تندير ما بين صباعي المهم على شكل كما وريتكم فيديو صافي. انتما لاحظوا معايا تنجمع بيدي. انا راه ما كملتش ليا، كون راه قطعت التصوير وعاد مشيت حتى كملت اختي بيديا بجوج، لان ما عنديش كندير هنا، تندير بيديا بجوج وقفطت على يدي كما تيقولوا، قفطت على يديا وجمعت العجينه مزيان. هادشي ما كان. وعاد درتها في البلاستيكه وخليتها حتى مشيت جمعت بصراحه شي تخربيق في الدار، ديت الغدا للوليدات. وعاد بديت نشوف هاد الشباكي ما خداش ليا وقت اصلا كتير، وحتبت ما بين الشباك وما بين داك ما خداش ليا انا غير نص كيلو، ما خداش ليا حتى تقريبا شي 2 سوايع غير انا خليته. المهم بديت شبكتها ومشيت جبت ولادي من المدرسه وغديتهم. عاد طيبتها لان غنخليوها تنشف واحد الساعه ولا ساعه ونص حتى 2 سوايع. وطيبيها الا ما كانش عندك الوقت بامكانك ديرها في العشيه والغد عاد طيبيها، ما تخافيش عليها نهائيا. المهم الطريقه اللي قلت لكم البنات، تنشدها تجي مورقه وتتخليها تجي مجعبه الشباكيه من الوسط. لاحظي معايا، ها انت تنشدها تندير وحده فوق وحده وعاد تلوي وتندير غادي المهم وغندير بلاستيكه يعني فيه بي، يعني كلشي غنلويه في دقه وغنديروا بلاستيكه وعاد نرجع تاني. المهم لاحظي معايا الطريقه سهله وعمليه. غنكملهم كاملين على هذا الشكل. وعاد غنبدا تاني المرحله الثانيه ديال الطليق تاعي باش نطلقهم كاملين وعاد نبدا نورق. المهم ها كيما شفتوا معايا دابا غنبدا المرحله ديال التوراق. نبدا بالاولى كاع اللي بديت فيها، هي الاولى غادي نورقها على هذا الشكل. غنورقها على قد المهم هذيك الماكينه ديال التوراق، على قد العبار ديالها بالضبط. وغندير في البلاستيك هكا وغادي نستمر حتى نورقهم كاملين. وعاد غادي نبدا الخدمه ديالي ديال الشباك. المهم لاحظي معايا يعني ساهله. تنتمنى هاد الطريقه اللي غنوريك لان عمليه وسهله، حتى التشبيكه
اللي غنعطيك ساهله وعمليه وراه معروفه، خصوصا التشبيكه الولاد دابا بصراحه ساهله. التشبيكه الله يعطيها الستر هذا اللي خرجها واللي خرجتها مول الشباكيه، يعني عمليه بصراحه. انا عجبتني وجاتني ساهله. شوفي المهم اختي، الا كنتي المهم بغيتي تحيدي الزوائل من الجنب راه تحيديهم، ديك الخدمه ساهله فملي تبغي دوزي في الماكينه ديال الشباكيه. دابا غادي نكملهم كاملين وعادا غادي ندوز نبدا نورق بالاولى اللي درت قلبتها، حقاش بديت نبدا نورق بالاولى. غادي نزيد نورق شويه حقاش انا تندوزها في الماكينه رقم 5 يعني الاخر. ما عرفتش اختي على حسب الماكينه، كل ماكينه وكيدير العبار ديالها. المهم الرقم الاخر دوزتها فيه فقط 5. على هذا الشكل يعني صافي تدويزه وحده باش ما نبقاش ندوز في الثالثه والخامسه، يعني صافي دوزت في الخامسه فقط، ساهله. ومن بعد درت سميتو يعني المهم راك عينك مزيان في التشبيكه. انا التشبيكه يعني تنديرها ما كبيره ما صغيره. المهم تندير 5 السادس تنقطع 5 السادس تنقطع على هاد الشكل. شو لاحظي معايا تجي ساهله وبسيطه، انت شتيها. نتمنى يعني تكون تبانت لك الطريقه. انت لاحظي معايا انت مهم شوفوا الجناب راه واخا يبقاو خاسرين من الجناب راه ما تنحيدهمش باش ما يكونش عندك كثر الزوائل، راه ما تيبانوش اختي نهائيا، غير خليهم ما تخافيش عليهم. المهم انا غندير معكم هادي بالبطيء. انت تنحط جوج على جوج على جوج على شكل بحال تطوي في الفراش. الا كان تطوي في شي حاجه بحال هكاك صافي تجمعي الجناب وتدخلي صبعك الوسط وتتجري بحال هاد الطريقه، سهله بزاف وعمليه. المهم شتي، نتمنى الطريقه تكون واضحه اختي على هاد الشكل. ولا كان عندك الجناب يعني زايدين بحال هكا تحيديهم. انا غير غنوريكم صراحه، انا ما كانش زايدين عندي بزاف، غير حيتو لانك ما تخلوش تيحيدوا بزاف باش ما تفكش لك في الزيت. الا حيدتيهم بزاف راه تفك لك. المهم ضغطي بزاف قرصي مزيان على الجناب باش ما تفكش لك في الزيت. هذه نقطه مهمه حتى هي. انت لاحظي معايا نعاود معك هذه الطريقه حتى هي تتعطيك نفس النتيجه، تطوي على هذا الشكل وتطوي على هذا الشكل وتتقلبي باش تشدي من الريوس. قلبت علاش؟ باش نشد من الريوس ووركت على داك الريوس صافي وضغطت بحال هكا صافي. ومن الجناب تحاولي تقادي باش من تجيك مقاده وصافي. والشباكيه دابا غندوزو للزيت.